السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وتكونوا في صحة جيدة ان شاء الله يا ربي. اليوم في الفيديو ان شاء الله غنتكلموا على الطريقة الجديدة ديال بيع السيارات او شراء السيارات. كما كنا كنعرفوا قبل، كانوا كيديروا واحد الكرتونه كما كنسميوها حنا بالدارجه، كنسميوها كرتونه. كتعمر هاد الكرتونه وكتمشي كتكريزيها في البلديه او المقاطعه، صافي وحنا سالينا البيع ديالنا. اليوم ما بقاتش هاد القضيه ديال الكرتونه. نارسا فتحت واحد البوابة جديدة باش يكون فيها البيع والشراء ديال السيارات، يعني باش تكون فيها المكاتبة. الكرتونة ما تبقاش نهائيا. اليوم ان شاء الله غنشرح لكم الطريقة كيفاش غادي حنا غنبيعو ونشريو، او كيفاش غادي نتكاتبو في هاد البوابة الخاصة بتحويل ملكيات المركبات اللي فتحتها نارسا نهار 28، يعني نهار 28 من شهر جوج بدات هاد القضية هذه، يعني الكرتونة باي باي. مهم دابا غادي ندخلو الموقع اللي هو ميتاسيون فيشيكل بوا ام ا. كما كتشوف هذا هو الموقع. هذه هي الواجهة ديال الموقع، البوابة الخاصة بتحويل ملكيات المركبات. كاين البيع وكاين الشراء. دابا مثلا انا عندي سياره، يعني باغي نبيعها. تفاهمت مع السيد، يعني غادي يشري لي طوموبيل. اول حاجه شنو خصني ندير؟ غادي ندخل لهاد البوابه هذه، غادي نجي هنا فين كاين بيع، غادي ندير اجوتي اون دوموند. كما كنشوفوا هنا كاين طلب تصريح بالبيع، وكاين نوعيه المالك. هنا كاين مالك السياره، يعني كارت غريز على سميتي انا. وهنا كاين وكيل. هنا وكيل كتعني مثلا انا عندي طوموبيل شريتها بالوكاله، السيد عطالي وكاله باش نبيعها. هنا مثلا انا كارت كريز على سميتي، يعني مالك، غادي نخليه هكا مالك. هنا كنجي لهاد البلاصه، هنا كندير رقم التسجيل او الميدريكول ديال السياره ديالنا. مثلا كاين الف هنا، مثلا هنا 50، هنا 4 5 6 7 8. كاين هنا نوعية المركبة، واش مقطورة او لا مركبة ذات محرك. مقطورة يعني مثلا رمورك. هنا مركبة ذات محرك يعني سيارة، يعني ما كايناش كما نقولوا حنا بالدارجة، ماشي بحال مثلا رمورك يعني كتجر كروسة. مركبة كتجي هنا كاين الرقم التسلسلي لبطاقة الرمادية. الرقم التسلسلي هو هذا اللي كيكون في البطاقة الرمادية في كارت غريس كما نقولوا حنا بالدارجة. كاين ارقام هنا وفيها حروف، يعني كاين بزاف. هذا نعملو مثلا هنا هكا. هنا كاين اول استخدام بالمغرب، يعني فوقاش بدات، يعني كتخدم الطوموبيل هذا في المغرب، او فوقاش دخلت للمغرب، يعني بدا الاستخدام ديالها في المغرب. كاين كدير التاريخ هنا، مثلا السنة، مثلا حنا نديرو 2000. هنا الشهر، هنا النهار. ملي كتعمر المعلومات كاملين كدير انا لست برنامج روبوت، وكدير سويفي. من بعد ملي كدير سويفي هنا كيعطيك تعمر المعلومات ديال الشاري اللي غادي يشري عليك. بالنسبه لي انا ما عنديش هنا المعلومات صحيحه باش نزيد نكمل هذا التسجيل هذا. كتعمر المعلومات ديال الشاري، يعني البطاقه الوطنيه والاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد ديالو، كلشي المعلومات ديالو خاصه، ورقم ديال الهاتف. وكدير سويفي. ملي كدير سويفي كيعطيك واحد الرقم، واحد الكود اللي فيه ارقام. المهم ملي كنساليو هاد المرحله هذه، طلب التصريح بالبيع، كنرجعو كنجيو هنا للبلاصه ديال الشراء. بالنسبه لهاد البلاصه ديال الشراء، هنا كنديرو اجوتي ان دوموند. هنا دابا كيبقى هنا البحث عن طلب البيع، يعني دابا الشاري، دابا جات المرحله ديال الشاري. هنا كاين نوع المركبه، يعني واش مقطوره او لا ذات محرك. يعني خاصنا نديرو دوك المعلومات اللي درناهم في الاول، اللي دارهم البائع اللي كيبيع. دابا الشاري خصو يديرهم حتى هو.
كدير هنا عاوتاني رقم التسجيل يعني الماتريكيلاسيون كتكتبها هنا مثلا هكا 50. وكاين مثلا ارقام اخرين متريكول كما راها. وكتجي هنا رقم طلب البيع. هنا رقم طلب البيع هو داك الكود اللي عطانا في الاول، اللي عطانا في الاول ملي درنا الطلب ديال البيع. هنا كنديروها طلب البيع، كندخلوه هنا وكنكليكيو هنا على انا لست برنامج روبوت. من بعد ملي كنكليكيو هنا كنديرو روشيرش. ملي كنكليكيو على روشيرش كيعطينا ديك المعلومات اللي عمرناها حنا في الاول، اللي عمرها يعني البايع اللي كيبيع. من بعد ملي كيطلعوا لنا دوك المعلومات، المهم قبل ما نوصلوا لهذا الشيء هذه، راه الا كان مثلا الطوموبيل فيها شي حجز او لا ضريبه، يعني اما شي حجز ولا شي ضريبه ولا شي حاجه يعني كما نقولوا ممنوع عليها التباع ولا فيها شي مشكل، راه هنا ما غاديش تطلع. يعني كيقولك بلي راه مثلا فيها ضريبه ولا فيها الحاجز ولا شي حاجه، يعني راه ما غاديش تطلع هنا نهائيا، تقولك بلي الطوموبيل هذه راه ما صالحاش للبيع. فهاد القضيه هذه مزيانه يعني الشاري اللي كيشري باش يعرف شنو كيشري. يعني راه فيها مشاكل ما خصوش يشريها، ما غاديش تخدم له، يعني اصلا البيع ما غاديش يدوز له هنا. اما الا كانت الطوموبيل ما فيها لا حجز لا والو، يعني قانونيه ما فيها لا ضريبه لا حتى شي حاجه، راه كدوز يعني عادي. وكتخرج لك واحد الاستماره فيها السمية ديال البائع وفيها ديال الشاري، وكتامبريميوها وكتديوها للمقاطعه او البلديه. يعني تما خاصكم تكاليزيوها. ملي كتكاليزيوها وكترجعوا عاوتاني يعني لهاد السيت هذا، كاين واحد البلاصه هنا غادي نوريكم دابا. غادي نرجعوا هنا، كاين هنا يعني الشاري دابا خصو ديكلاري. شنو غادي الشاري؟ غادي يجي هنا لهاد البلاصه هادي الشراء وكيدير روشيرش اون دوموند. كتكليكي هنا، متى كيكليكي هنا الشاري كيعاوتاني المعلومات ديال ديك السياره، رقم التسجيل ونوع المركبه يعني ذات محرك ورقم طلب الشراء. هنا كيرجع عاوتاني كيدير داك الكود اللي كان جا في الاول، كيديرو هنا وكيدير انا لست برنامج روبوت وكيدير روشيرش. ملي كيدير روشيرش يعني كيطلعوا لك عاوتاني ديك المعلومات تما، كيعطيوك شي معلومات يعني باش كدير تصحيح الامضاء كما كتسمى بتصحيح الامضاء. كتاكد باللي راك شريت انت، يعني دابا راه غادي دوز على سميتك باش انت يعني باش حتى اللي كيبيع، باش مثلا اذا كانت شي مخالفه ولا ما غاديش تجي على سميتو، غادي تجي على سميت الشاري. يعني الشاري هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديك الساعات. يعني البائع كيتهنى من هاد الناحيه، يعني كيحيد عليه المسؤوليه وديك الساعات كيتحملها الشاري. اذا كانت شي مخالفه ولا شي حاجه راه كيتحملها الشاري يعني من داك النهار. وكي امبريمي ديك الورقه، كي امبريمي وكيخليها عنده. دابا المرحله الثالثه اللي هو مثلا الشاري باغي دابا يدفع باش يخرج كارت على سميتو، غادي يهز يعني ديك الورقه اللي كيجاوها في البلديه، وغادي يخلص كما نقولوا حنا بالدارجه الخيل. غادي يخلص الخيل ويمشي يدير لا فيزيت ديال البيع، او لا خصو يكون دارها قبل ما يتفاهم مع الشاري باش يتاكد من الطوموبيل يعني ما فيهاش شي كسيده ما دايره شي كسيده ولا شي حاجه. والخيل وكيمشي للبريد كاش. كاين بريد كاش وكاين كاش بليس. كيدفع لهم هاد الوراق هادو ومع فوتوكوبي ديال لاكارت ديالو مكاليزي، وكيدفع باش ديك الساعات تخرج له كارت كريديت على سميتو. ملي كيدفع هاد الوراق راه تما في بريد كاش او لا في كاش بليس كيعطيولو واحد الرولاج كما نقولوا حنا بالدارجه ريسيبو او الرولاج. داك الرولاج صالح ل60 يوم كيسوق بيه على ما توجدلو كارت كريديت يصيفطوها له. فهمتوها الاخوان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الشرح هذا. وهادشي اللي كان الاخوان في الفيديو ديالنا، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم بهذا الفيديو. وما تنساوش تشاركوا مع احبابكم والناس اللي مهتمين بهذا الامر هذا. وهادشي اللي كان الاخوان، وتسناونا فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.